السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الكرام في قناة الفرعون المصري؟ والنهاردة ان شاء الله هنبتدي قصة قصة جميلة وتنفع لكل الناس، الأطفال والكبار. قصة فيها حكمة وموعظة. ولو عجبكم محتوى القصص ده تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان أعرف إن هو عجبكم وأكمل فيه. يلا بينا نبدأ القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة بقى بتقول ايه يا جماعة؟ في قرية صغيرة في صعيد مصر كان في طفل اسمه محمد. كان محمد طفل ذكي ونشيط، بس دايما بيحصل له مشاكل بسبب فضوله الكبير، لأنه ما كانش يقدر يقاوم إنه يدخل في كل مكان ويكتشف كل حاجة. يعني محمد ده كان فضولي. وفي يوم من الأيام كان محمد ناوي يتسلق الجبل القريب من القرية، لأنه كان عايز يكون مغامر ويكتشف اللي على الجبل. طبعا أمه وأبوه طلبوا منه ما يروحش، بس محمد عنيد وما بيسمعش الكلام. ودي طبعا حاجة وحشة يا جماعة، محدش يعمل زيه، ده عيب عند محمد. ودي كانت مشكلة كبيرة عنده وبتزعل منه كل الناس طبعا عشان هو عندي. خرج محمد بالعجلة الصغيرة بتاعته من البيت، ولما وصل لقمة الجبل طلع بسرعة. لقى مفاجأة، كان في بيت صغير قديم جدا ومهجور وجواه كنز مدفون. محمد اندهش وقال لنفسه دي فرصتي علشان أكون المكتشف الصغير. قال دي فرصتي عشان أكون المكتشف الصغير. وبدأ محمد يحفر علشان يستخرج الكنز، بس فجأة سمع صوت غريب بيقوله محمد استنى. رفع محمد راسه ولقى سلحفاة كبيرة بتتكلم. السلحفاة قالت له يا محمد، أنا سلحفاة الحكمة، ما تقدرش تستخرج الكنز إلا لما تحل الألغاز اللي أنا هقولها لك. محمد سمع بتحدي وقرر محمد سمع بتحدي وقرر يحل الألغاز. ومع حل الألغاز كانت السلحفاة تكشف له مكان مفاتيح الكنز، يعني كل ما يحل لغز يلاقي مفتاح من مفاتيح الكنز. ولما وصل للكنز بعد ما حل اللغز ووصل للكنز لقى صندوق. الصندوق ده لقى جواه كتب قيمة وقصص شيقة وألعاب تعليمية وألوان جميلة وحاجات حلوة كتير. رجع محمد لبيته وهو مبسوط جدا بالحاجات اللي هو لقاها، وحاسس بفخر كبير ان هو قدر يحل اللغز. وقال لأبوه وأمه كل حكاية السلحفاة والكنز وقال لأمه وأبوه كل حكاية السلحفاة والكنز والألغاز. ومن اليوم ده محمد كان بيفكر كتير قبل ما يعمل أي حاجة، وعرف قيمة الصبر والحكمة. ومن بعد اليوم ده كل واحد في القرية بدأ يقرأ الكتب والقصص ويحل ألغاز ويستفيد من الحكمة والصبر والعلم، وأصبحوا أكثر سعادة وتفاؤلا. وبكده انتهت قصة محمد والسلحفاة الحكيمة، وعاشوا سعداء ومفيدين للناس إلى الأبد. وطبعا يا جماعة دي كانت قصة قصيرة، أتمنى لو هي عجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات وتدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان أعرف إن محتوى القصص عجبكم. ولو عايزين أطول في القصص بعدين ماشي اكتبولي في التعليقات وأنا إن شاء الله أطول فيه. بس دي كانت قصة صغيرة كده خيالية عن الصبر والحكمة، فلو عجبتكم تدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.